مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. لقاؤنا اليوم مع الدكتور خالد أمين، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الخرائط بالهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الري. برحب بسيادتك معنا. اهلا وسهلا. في البداية خلينا نتعرف ونعرف مشاهدينا من هو المهندس خالد أمين. المهندس خالد، انا خالد سيد امين، مهندس مدني سنه 86 دفعه 86. اشتغلت في الهيئه من سنه 98. ابتديت كمهندس خرايط، وده كانت بدايه ما الهيئه تدخل في عصر التكنولوجيا الرقميه للخرايط، لانتاج الخرايط. وبعديها كان بالتعاون مع جهات الولايات المتحده امريكا، وسافرنا امريكا للتدريب على انتاج الخرايط بصوره رقميه. ورجعنا واتدربنا على الاجهزه اللي بتستخدم في انتاج الخرايط من الصور الجويه. وبعد العوده ابتدينا نشتغل في الخرايط، ثم سافرت مره اخرى لامريكا لدراسه شبكات الكمبيوتر، لان كل الاجهزه دي والخرايط الرقميه بتحتاج شغل على اجهزه حاسب آلي متطوره دايما. فسافرت وخدت دوره معتمده في هندسه الحواسب. ثم بعد ذلك بقيت مدير لاداره انتاج الخرايط. وبعديها سافرت مرة تانية لهولندا لدراسة نظم الإدارة الفنية لإنتاج الخرائط، أو بنسميها الأوبريشنال مانجمنت فور جيو انفورماتيك، على أساس إن دلوقتي كل حاجة بتشتغل بالآي تي، والآي تي ده عامل أساسي في كل حاجة. ثم بعد ذلك بقيت رئيس إدارة مركزية لشؤون الخرائط من سنة 2011. بالتوفيق دايما. شكرا. طيب لو اتكلمنا عن الدور اللي بتقوم بيه الإدارة المركزية لشؤون الخرائط بهيئة المساحة، يا ريت نتعرف عليه. من المعروف ان هيئه المساحه هي الجهه الرسميه في الدوله لانتاج الخرائط بقرارات الجمهوريه المنشئه ليها، وهي المسؤوله عن وضع مواصفات وانتاج الخرائط واعتماد الخرائط اللي تخص الدوله بالكامل. يعني حتى الجهات اللي بتنتج خرائط بره الهيئه لا تعتد بها الا اذا الهيئه اعتمدت الخرائط بتاعتها. والهيئه تعتبر رائده مش بس في مصر، بل منطقه الشرق، المنطقه العربيه كلها في ادخال تكنولوجيا الخرائط الرقميه. وابتدت في الهيئه من سنه 90، وخدت الهيئه فيها شوط كبير في انتاج الخرائط من الصور الجويه والاقمار الصناعيه، وتنويع شكل الخرائط، خرائط بنظم معلومات، خرائط مصوره. ويعني حاليا ما زلنا نلعب الدور الرئيسي بالنسبه للدوله في انتاج الخرائط. بالتوفيق. طيب مهندس خالد، لو اتكلمنا عن الخريطة الديجيتال، ما هي تعريف الخريطة الديجيتال، وهل تم بالفعل إطلاقها وما الاستفادة منها؟ هو زي ما أنا قلت لحضرتك، احنا من سنة 90 مع التعاون مع الولايات المتحدة في أمريكا، ابتدينا ننتج الخرائط في صورة رقمية. بس كان الأول كان لسه السوق المصري والمجتمع كله ما يعرفش يعني إيه خريطة رقمي، اللي هي الخريطة اللي أنا أقدر أستخدمها على جهاز كمبيوتر، وأقدر أستخدمها على حتى دلوقتي الموبايلز، على أجهزة التليفون، التابلت، الحاجات دي. كان لسه السوق ما يعرفش، فكنا بننتج الخريطة في صورتها الرقمية، ولكن بنضطر في الآخر نطبعها على الورق، لان معظم السوق في التسعينات او المستخدمين ما كانوش بيعرفوا، وما كانتش التكنولوجيا الرقميه داخله. مع التطور المستمر بقى في تكنولوجيا المعلومات واحتياج الناس ان الخرائط تبقى معاه في صوره رقميه عشان يقدر يحط بياناته عليها، ابتدت السوق يتغير ويتجه للخرائط الرقميه ويطلبها. ومن سنه، نقدر نقول من سنه 2000 تقريبا، معظم المكاتب الاستشاريه في مصر والجهات الحكوميه بتشتغل بالخرائط الرقميه. واخيرا ابتدت الدوله يعني تهتم بالخريطه جدا، وابتدت تحاول توحد مفهوم الخريطه الرقميه ما بين الجهات المختلفه، لان كل جهه كانت بتنتج الخريطه بالصوره اللي شايفاها تناسبها. فلما بتيجي الدوله تحتاج في التخطيط ومتابعه مشروعاتها تاخد البيانات، بتلاقي البيانات مش متناسقه مع بعضها. فمن هنا ظهر موضوع انشاء المركز الوطني للبيانات المكانيه، اسمه الناشونال سبيشال داتا انفراستراكشر، وده موجود في معظم دول العالم. مفيش دولة النهاردة متطورة ما بيبقاش موجود فيها المركز ده، وده في معظم دول العالم بيتبع هيئة المساحة. وده احنا ابتدينا في المشروع من سنة 2013، نشتغل في المشروع بتمويل من وزارة التخطيط وبدعم من وزارة الاتصالات للشبكات اللي هتتربط. الهدف من المشروع ان انا اوفر خرائط رقمية موحدة للدولة بالكامل، تقدر تربط بيانات الاماكن كل الجهات الحكومية عليها، بحيث تدعم متخذ القرار يقدر ياخد قراره صح بناء على المعلومه الرقميه الموجوده. تقريبا النهارده في السوق 90% من المعلومات مربوطه مكان. يعني حضرتك
لما بتفتح الموبايل وتبقى عايز توصف مكانك بتقول ماي بليس وتبعته لواحد فيعرف حضرتك فين، ويقدر هو من مكانه برضه يعرف يوصل ازاي، وبيطلع له المسارات وانهي المسار. فكل ده المعلومه المكانيه النهارده اصبحت مهمه جدا. اما المعلومه من غير مكان بتفقد جزء من قيمتها، لكن بالمكان بتبقى مهمه جدا وبتسهل على متخذ القرار انه يقدر ياخد القرار الصح في المكان، وتقدر توفر الخدمه للمواطن صح وفي المكان المظبوط. ما يبقاش فيه عشوائيه في توزيع الخدمات ما بتتناسبش مع متطلبات الجمهور. ودي ان شاء الله ابتدينا في انتاج الخرائط بان احنا بنعمل خرائط رقميه جديده للدلتا بالكامل. هيبتدي ينشأ المركز جديد بشبكه مؤمنه بالكامل وتتحط عليها الخرائط وتتاح للجهات الحكوميه كمرحله اولى. تسمح للجهات الحكوميه انها تشارك الخرائط وتشارك البيانات. في خطوه احنا خدناها في الاول ان احنا ابتدينا هنطلق خريطه مصر 2 مليون بالتعاون مع وزاره الاتصالات على شبكه المعلومات عشان الناس تعرف حدود مصر والحدود الاداريه الداخليه والمدن والطرق اللي موجوده في مصر. طيب امتى نقدر نقول بالفعل ان الخريطه الديجيتال اتعممت على كل منطقه في مصر؟ هو نقدر نقول متوافر ولكن مش موحد. فدي يعني نقدر نقول ان احنا لو مشينا ان شاء الله بالخطه اللي موضوعه فيتوقع مثلا في خلال سنتين او 3 بالكثير تكون الجهات الحكوميه كلها تشتغل على الخريطه الرقميه الموحده ومتاحه لجميع الناس. لكن كدوله في خرائط مصر تقريبا معظمها متغطي بخرائط رقميه، انما مش مجمعه في مكان واحد وموحده. ده اللي احنا بنحاول نشتغل عليه دلوقتي، انها تبقى واحده وتبقى مجمعه في مكان يستفيد منه كل الدوله وما يبقاش فيه تكراريه في انتاج الخرائط. يعني ما يقعدش ان انا انتج انا في هيئه وترجع نفس الهيئه تنتج نفس المنطقه تاني، فده بيبقى اهدار للموارد والوقت والجهد اللي بيضيع في طيب باشمهندس خالد امين، يا ريت تكلمنا اكتر عن التعاون اللي تم ما بين الهيئه وما بين الشركه المصريه للاتصالات وسبل الاستفاده من هذا المشروع الضخم. طبعا احنا كهيئه عندنا مشروعات كتير قامت على تكنولوجيا المعلومات، واصبح عندنا ولينا مقار منتشره في كل مكان، ولينا ومحتاجين دلوقتي بنعمل خطوط ربط تربط كل الاجهزه كل المديريات التابعه للهيئه بالديوان المعام والمقر الرئيسي، وفي بيانات بتتبعت من الديوان للمديريات بيانات رقميه للخرائط، وفي نفس الوقت بنستقبل. فاحنا عندنا لقينا عندنا كميه خطوط ربط كبيره جدا متوزعه في شركات مختلفه بتتعبنا في موضوع الصيانه والمتابعه، زائد ان عايزين خطوط ربط برضو الانترنت فائق السرعه، عايزين مساحات في التخزين. دي لقيناها متوفره عند المصريه للاتصالات، والمصريه للاتصالات محتاجه من الهيئه الخرائط عشان تحط سنترالاتها والكابلات والبوكسات اللي هي بتشتغل عليها البوكسز بتاعتها. فهي من هنا ظهر التعاون اللي هو بنسميه وين تو وين سيتويشن، ان هم يستفيدوا واحنا نستفيد، لكن ما فيهوش مقابل مادي، خدمه مقابل خدمه. انت هتديني خدمه انك توفر لي خطوط الربط بما ان انت الشركه المسؤوله عن الموضوع ده، وانا هوفر لك الخرائط الرقميه اللي انت محتاجه تشتغل عليها. وبالتالي ده موضوع ما فيهوش تكلفه مباشره، هيوفر علينا في المصاريف اللي احنا بنصرفها في الخطوط، هيوفر في الاجراءات الروتينيه اللي بتضيع في ان انا اعمل تعاقدات، وفي نفس الوقت هيضمن للمصريه للاتصالات انها تاخد المعلومه الصحيحه والخريطه الصحيحه اللي هي تقدر تستخدمها مع اي جهه وما يبقاش عندها فيها مشكله. طيب مهندس خالد، لو اتكلمنا عن العوائق اللي بتقابل حضرتك في هذا المجال الضخم، ازاي بيتم التغلب عليها؟ احنا طبعا معظم العوائق بتيجي ان في ناس ما بتبقاش مدركه لدور الهيئه بالظبط يعني، ومش عارفه اهميه ان الخرائط تبقى مظبوطه ودقيقه وصحيحه يعني. ودي بتقابل الناس في لما بيجي ينفذ شغل ثم يجي يكمل عليه من جهات اخرى، يعني يبتدي ينتج خريطه ثم ينزل بيها في الطبيعه عشان يشتغل، فبيلاقي ان الخريطه مش ماشيه مع المعالم مظبوطه اللي هو شايفها في الطبيعه، فبيلجأ لنا عشان نحل له المشاكل دي. ففي جهات كتير جدا ابتدت تقتنع ان هي بدل ما تنتج خرائط وهي ما عندهاش الخبره او الكفايه في انتاج الخريطه، هي عندها الخبره في استخدام الخريطه، لكن انتاج الخريطه ما عندوش خبره، فابتدت تلجأ للهيئه ان هي ونقدر نقول ان الهيئه النهارده مثلا مشروع مترو الانفاق اللي الخطوط الجديده، معظم المكاتب الاستشاريه اللي اشتغلت فيها ومكاتب خاصه لجأت لهيئه المساحه واعتمدت الخريطه بتاعتها في شغلها. بالاضافه ان في قطر مكهرب هيتعمل
في منطقه الروبيكي ويربط لحد العاشر من رمضان، تعاون مع الصين. برضو اعتمدوا على الخرائط في قناه السويس الجديده، اعتمدوا على مجموعه من الاعمال اللي بتقوم فيها الهيئه. فدلوقتي في جهات كتير ابتدت تدرك، لكن هي المشكله ان في بعض الجهات ما زالت بتصر ان هي اللي تنتج بنفسها، فده بيعمل بعض المشاكل ليهم بعد كده في الشغل. مهندس خالد، ما هي الإجراءات المتبعة في حالة نشر خرائط مغلوطة لمصر مثل ما حدث سابقا من بعض الجهات في الخارج؟ ازاي بيتم التعامل معها؟ احنا من اعتبارا يمكن قبل 2013 كان الموضوع ده يعني احنا كنا بنحاول وننبه الجهات الخارجيه، السفارات، وزاره الخارجيه، ان هي تتعاون معانا في ان احنا نمنع الكلام. لكن بصراحه من 2013 التعاون بقى عالي جدا، حتى وصلنا الى مرحله ان دلوقتي جميع الرسائل اللي بتيجي من بره الجمارك، منافذ الجمارك كلها في مصر، لو جات لها اي خريطه بتمنع خروجها من الجمارك الا بعد العوده لهيئه المساحه. بالظبط. فكل الخرائط والرسائل حتى اللي هي الدعايه اللي بتيجي في الاول السنه ناس مستورداها من بره، دي بيجي لنا منها عينات وتراجع في الهيئه عشان نطمن ان مفيش اي اخطاء في الخريطه. وكانت طبعا المعدلات عاليه جدا في الاول، كان بيجي لنا كل الرسائل، فكانت دي بنضطر اسفين طبعا ان احنا نلغيها ونقول دي ما تدخلش، وكانت فعلا ما بتدخلش. انما بمرور الوقت ابتدت الناس تدرك ان هي لازم تاخد الخريطه الصحيحه من مصر، فابتدت تجي لنا يا اما تاخد الخريطه من عندنا، يا اما بتيجي تقول طب شوفوا الشغل اللي انا هعمله ده مظبوط ولا لا. فلما بنقول لهم مظبوط بيبتدوا ياخدوا اجراءاتهم وينفذوها. والخدمه دي بتعملها الهيئه بدون مقابل، يعني اي حد يبقى عايز يشتري خريطه او يستورد خريطه لو بيجي احنا بنعملها له بدون مقابل، بنراجع الخريطه وبنديله عليها الجواب الخاص. احنا مش بس واقفين على الخرائط اللي هي بتيجي من بره او اللي بتعرضها جهات خارجيه، لا احنا كمان متابعين للي بتتعمل في القنوات. يعني احنا لو لقينا في قنوات بتبقى ليها خرائط مش موجوده مش مظبوطه بنبعت لها، وفعلا بخاطبنا هيئه الاستثمار بحيث ان هي تخاطب جميع القنوات الفضائيه، وبعتنا لها نسخه من الخريطه الصحيحه لمصر بحيث ان هي تستفيد منها وما تستخدمش الخرائط المغلوطه او اللي بينزلوها من على الانترنت، لان معظم الخرائط اللي موجوده على الانترنت مش مظبوطه بالنسبه لمصر. وبرضه للصحف، احنا لو لقينا اي جورنال بيستخدم خريطه لمصر مش مظبوطه بنخاطبه. واخر حاجه عملناها ان احنا بعتنا نسخه من الخريطه في صورتها الرقميه لمجلس الوزراء، ومشكور ان هم وزعوها على جميع الوزارات عشان تستخدمها في النشرات والمواقع الخاصه بيها. بالتوفيق دايما ان شاء الله. شكرا. كلمه يوجهها المهندس خالد امين الى المهندس مدحت كمال رئيس الهيئه المصريه العامه للمساحه. والله نقول له بالتوفيق وربنا يقدرك على الحمل الصعب بتاع الهيئه، وعليها ضغوط كتير واعمال كتيره جدا ومكلفه باعباء ضخمه جدا حاليا عشان المشروعات القوميه، ونامل ان شاء الله ربنا يوفقهم ان هم يقدروا يخلصوها ان شاء الله. بالتوفيق دايما. مهندس خالد امين رئيس الاداره المركزيه لشؤون الخرائط بالهيئه المصريه، انا بشكر حضرتك على الحديث الشيق والممتع. شكرا ليك. وانا مشاهدينا الاعزاء هنخرج الفاصل ونرجع لكم، استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حديثنا الشيق والممتع من داخل هيئة المساحة المصرية، وهيكون حديثي في هذا الفاصل مع الدكتور علاء صالح رئيس الإدارة المركزية للسجل العيني، وبرحب بسيادتك معنا فعلا. في البداية خلينا نتعرف ونعرف مشاهدينا من هو الدكتور علاء صالح. الدكتور علاء صالح خريج هندسة القاهرة عام 84.
عملت بالهيئة عام 86 واستمريت في العمل حتى 93 للسفر لهولندا للحصول على درجة الماجستير في نظم المعلومات الجغرافية للتسجيل العقاري. ثم عودت العمل مرة أخرى وعملت في بعض المشروعات القومية بهيئة المساحة، اللي هي منها مشروع السجل العيني الزراعي الأراضي الزراعية، مشروع السجل العيني الحضري، وكذلك مشروعات إنشاء خرائط للصحراء الشرقية. وعملنا في بعض المجالات التكنولوجية الحديثة المتعلقة بالمساحة، مثل اللي هو الرصد باستخدام الأقمار الصناعية المتعارف عليه الGPS أو النظام العالمي لتحديد المواقع. بعد ذلك في 2006 حصلت على درجة الدكتوراه من كلية الهندسة جامعة القاهرة أيضا في مجال التسجيل العقاري باستخدام نظم المعلومات الجغرافية. وحتى تاريخنا نعمل إلى أن ترقيت في الدرجات كمدير عام للخرائط التفصيلية بالهيئة، اللي هي ليها علاقة وثيقة بالسجل العيني، ثم رئيسا الإدارة المركزية للسجل العيني المنوط بها تنفيذ السجل العيني. طيب دكتور علاء، لو اتكلمنا عن السجل العيني الحضري والسجل العيني الزراعي، تمام. يا ريت نتكلم في البداية عن السجل العيني الزراعي. تمام. السجل العيني الزراعي هو تعريف السجل العيني أساسا ان انا يكون عندي مجموعه من الصحائف العقاريه او ما يطلق عليها الصحيفه العقاريه طبقا لمسمى قانون السجل العيني. والصحيفه العقاريه هي عباره عن مستند ملكيه بيحتوي كافه البيانات الخاصه بالعقار، سواء البيانات المكانيه، البيانات الوصفيه، او بيانات الملكيات، او اي قيود متعلقه بالملكيات او قوى ارتفاع او كده. كل هذا بياتي في اطار صحيفه بنسميها صحيفه الوحده العقاريه، بتحتوي كل ما يتضمنه او ما يتعلق بالعقار نفسه. الحقيقه بالنسبه للاراضي الزراعيه، مصر معروفه منذ الازل ان هي من ايام الفراعنه ان هي بلد زراعي وقايمه، او كان معظم اقتصادها في كل الفترات الزمنيه قايم على الحصاد الزراعي. فمن هنا كان اهتمام بتسجيل الارض الزراعيه منذ ازل التاريخ. الحقيقه السجل العيني طبق او بدا تطبيقه من صدور القانون في سنه 94 ولائحته التنفيذيه في 75. بالنسبه للسجل العيني الزراعي تم تقريبا انتهاء من 95% من تسجيل الاراضي الزراعيه في نظام السجل العيني. وتم ايضا اتجاه من الدوله لميكنه بيانات هذا المشروع، وده تحتوي على حوالي 140 ألف خريطه تم تحويلهم الى خرائط رقميه على اجهزه الحاسب الالي واعداد قاعده بيانات جغرافيه بهذا الشان. وايضا في المقابل في مصلحه الشؤون العقاري تم ميكنه حوالي 5 مليون صحيفه وحده عقاريه. البيان الموجود في العقاري والبيان الموجود في هيئة المساحة تم توزيعه على مجموعة من مراكز المعلومات في المحافظات، اللي هي بتدير من خلالها 19 محافظة، بالإضافة إلى مركز معلومات رئيسي متوفر في هيئة المساحة، وأيضا نظام معلومات آخر مماثل موجود في العقاري. بحيث إن احنا كان الهدف هو تحقيق منظومة اللي هو الشباك الواحد أو الوان ستوب شوب، بحيث إن المواطن ما يلجأش إلى العديد من الإجراءات واللي هو يزور مجموعة من المكاتب عديدة جدا عشان الأمر. النهارده الامر بيتلخص في ان المواطن بيروح الشؤون العقاري، ثم العمل يتم الكترونيا ما بين الشؤون العقاري والمساحه الى ان تصدر صحيفه الوحده العقاريه للمواطن. ده فيما يتعلق بالسجل العيني الزراعي. والحقيقه احنا برضو بما ان بقى عندي ثروه النهارده في البيانات، ان انا بتكلم النهارده على مسطح تقريبا حوالي 8.5 مليون فدان النهارده موجود بشكل رقمي تماما في الشؤون العقاري وهيئه المساحه. فلا بد يكون الاتجاه الاخر هو استغلال هذه البيانات. فالحقيقه الهيئه بصدد ان هي تنفذ مع وزاره الزراعه تمدها بالبيانات الخاصه بالاراضي الزراعيه لعمل مشروع متعلق بالحيازه الزراعيه وصرف الاسمده واداره السياسات الزراعيه بالنسبه للاراضي الزراعيه. فهذا مردود مباشر جدا ان انا احول البيانات الى قواعد بيانات رقميه ونظم معلومات جغرافيه. ده فيما يتعلق بالسجل العيني الزراعي. طيب بالنسبه بقى للسجل العيني الحضري. السجل العيني الحضري الحقيقه هو في نظام تسجيل اخر كان يتم حتى قبل 2009، وهو التسجيل الشخصي. هذا نظام اخر للتسجيل، وهذا ده اللي بدات به مصر الحقيقه من سنه 46. ثم تلا ان احنا طبقنا السجل العيني، ولكن اقتصرنا في البدايات على الارض الزراعيه باعتبار ان هي العنصر الرئيسي. ثم انتقل التوجه بعد كده ان احنا ننفذ السجل العيني في المناطق الحضريه والمدن الجمهوريه عموما. والحقيقه دي كانت اول تجربه، ودي كان مشروع كان تحت اشراف الحقيقه بداناه في 2009 مع وزاره التنميه الاداريه ومع مصلحه الشؤون العقاريه. بيتلخص الموضوع ان احنا الاول لازم نعد الخرائط التفصيليه للمدينه. وهنا ما بقفش بس عند مرحله الخريطه، لان انا بتكلم على مباني متعدده الطوابق وفي داخلها وحدات عقاريه مختلفه الاستخدام. فاستعنا الحقيقه بالقطاع الخاص في انه يعمل الحصر العقاري الموجود على المدن اللي احنا اشتغلنا من خلالها، وهم الحقيقه 10 مدن في المرحله الاولى. تم الحقيقه اصدار القرار في 2009
وتم ان احنا تقريبا انهينا ما يتعلق ببيانات الملكيه بالتعاون مع الزملاء في الشهر العقاري، وانشانا ما يسمى بدفتر مساحه الملكيه. وحاليا احنا بصدد في انتظار صدور قرار صريان السجل العيني على اول مدينتين في جمهوريه مصر العربيه، وهي مدينه الشروق ومدينه الشيخ زايد. وان شاء الله في تتابع بعد كده لبقيه المدن ان احنا نكون استفدنا من التجربه دي. طيب هو ليه المشروع ده ماشي ببطء شديد؟ هو حضرتك هو الحقيقه يعني انا لما نتكلم عن السجل العيني او منظومه التسجيل بشكل عام هنجد ان في اختلافات بين ما يسري في مصر وما يسري في باقي دول العالم. انا نقصد هنا الدول الاوروبيه تحديدا. الفكره موضوع التسجيل العقاري بيتعلق بالمواطن. بيتعلق بالمواطن بمعنى بيتعلق بثقافته، بيتعلق بمجموعه الاجراءات اللي بتضعها الدوله عشان تؤدي خدمه للمواطن زي خدمه التسجيل. الحقيقه ان احنا من خلال تجربه السجل العيني الحضري الحقيقه يعني في بعض الارقام كانت مفاجاه بالنسبه لنا، وهي ان نسبه التسجيل العقاري في مدن جديده زي الشروق والشيخ زايد اللي هي بنعتبرها اول ملكيه للافراد في هذه المدن، اتضح ان نسبه تسجيل 1.64%. ما سجل فعلا في الشهر العقاري من حجم هذه الوحدات اللي هو يتعدى حوالي 70,000 وحده عقاريه. فالحقيقه احنا خدنا وقفه تاني وقلنا نبتدي نعمل عمليه تقييم. الموضوع ده كده يعني بياخد وقت كتير، طب انا هخلص الجمهوريه كلها في اي وقت. فالحقيقه كان الاتجاه ان احنا نبص لابعاد اخرى. هو التسجيل يرتبط بالمواطن وبثقافته وبحياته اليوميه. المواطن عشان يروح يسجل لو هو هياخد فتره زمنيه طويله هيعزف عن امر التسجيل. فالحقيقه الاتجاه دلوقتي ان احنا نبحث عن اسلوب عملي لتطبيق قانون السجل العيني بما يتوائم مع تطلعات المواطن وثقافته. فالحقيقه احنا قدمنا العديد من ورق البحث اللي بيتكلم في هذا الاتجاه وازاي ان احنا ننفذ السجل العيني بشكل اسرع. وده الحقيقه في حاليا بروتوكول بيعد بين اكثر من جهه بتتعامل على العقار، هم 6 جهات: التخطيط العمراني وهيئه المساحه والشهر العقاري والتنميه المحليه ووزاره التخطيط، بالاضافه لمؤسسات التمويل العقاري. كل دول بيشملهم بروتوكول واحد عشان يبقى فيه تنسيق لكل ما يتعلق بكلمه عقار وبهذا المحيطين. تمام. طب لو اتكلمنا عن العائد الاقتصادي من هذا المشروع الضخم. هو الحقيقه خليني هبدا مع حضرتك بس باحد الكتب اللي تم قراءتها الحقيقه وتم عرضها في العديد من الاجتماعات، وهو احد الاقتصاديين على مستوى العالم مشهور جدا بيسمى هرناندو دي سوتو. هو باعترافه بيقول الناس ما تعرفش هرناندو دي سوتو لكن تعرف الكتاب اللي عمله هرناندو دي سوتو. هو ركز كل كتاب على نقطه محدده للدول الاوروبيه الاقتصاد فيها بيسير بخطى ثابته وفي نمو مستمر ومطرد، اما في دول الشرق الاوسط والدول الافريقيه المنظومه معكوسه مع تقييم لحجم المنح اللي بتاتي من الدول الاوروبيه وامريكا الى هذه الدول الاخرى. الحقيقه هو عمل تحليل وزار هذه الدول وكان من ضمنها مصر وأعد تقرير في 2009. هو الحقيقه ذكر في كتابه ان قال ان احنا محتاجين نغير النظره او المفهوم لكلمه العقار. العقار مش بس مكان للسكنه او مكان للعمل، المفروض ان احنا نغير هذا المفهوم وننظر للقيمه الاقتصاديه للعقار وازاي نحركها في السوق. قال ده اللي نجح فيه الاوروبيين، والسبب الاساسي ان الاوروبيين عندهم نظام تمثيل حقيقي لكل ما هو على ارض الواقع. مفيش اسم مالك مش موجود في السجلات عندهم. طبعا الوضع هنا في مصر او في الدول الافريقيه عموما منافي تماما للواقع. الملكيات كلنا نعلم انها تسير بشكل عرفي تماما وتسير طبقا للمنطقه وطبقا للظروف الاقتصاديه والسياسيه ولكل منطقه. الحقيقه هو يمكن ذكر حاجات هي تعتبر محفزه جدا ان احنا لابد ان ننهي السجل العيني الحضري ونركز عليه كقيمه اقتصاديه اكثر منه كاجراء تسجيل. الحقيقه ذكر ان حجم الثروه العقاريه بعد زيارته لمصر واطلاعه على حجم هذا المباني قال ان قيمه الثروه العقاريه في مصر لو تحركت هتضيف للاقتصاد المصري ما يعادل، ده الكلام ده اللي انا بقوله في سنه 2004. النهارده الوضع اختلف شويه بعد 2011. 2004 قال ان قيمه الثروه العقاريه تفوق ال 248 مليار دولار وليس بالجنيه المصري. قال او نعادلها بشكل اخر تعادل 30 ضعف القيمه السوقيه لكل الشركات الموجوده في البورصه المصريه. فاذا نظرنا للرقم ده كقيمه اقتصاديه، لا يبقى انا المفترض بقى اخد رجعه للخلف كده واعيد تقييم للنظره للعقار، ان انا المفروض ابص له على انه قيمه اقتصاديه وليس ماليه لابد تدخل ضمن المنظومه بتاعه الدوله. فالحقيقه هذا هو الاتجاه واللي حاولنا بقدر الامكان نعمل بروتوكول يجمع الجهات اللي انا اتكلمت عليها سابقا
بحيث ان احنا بقدر المستطاع نقدر ناخد حاجه من 48 مليار دولار اللي كانوا ذكروا في كتاب هرناندو سوتو. وخليني بعد اذن حضرتك انا هضيف حاجه ثانيه، في رسمه منشوره عن الامم المتحده ودي موجوده على النت وفي كل المواقع، بتعبر عن نظم التسجيل. هي مش بس لعمليه التسجيل عنها تسجيل، هو بيجمع 3 مؤسسات مع بعض او 3 اشياء رئيسيه. بيقول انا لو عندي عنصر التسجيل، وعندي عنصر التقييم الضريبي العقاري العادل، وعندي عنصر المعلومه الجغرافيه اللي هي بتتكلم باسلوبنا اللي هي الخريطه، ده اللي بتكون بهيئه مساحه. هذا المثلث اذا ادير بشكل عملي وشكل يرضي المواطن، بيكون ده عباره عن ال3 رؤوس الاساسيه في اقتصاد اي دوله، اللي هي بتدير باقي التروس المتعلقه بالتمويل العقاري والتنميه الحضريه والتطوير الحضري وما كل ما نتخيله من انشطه موجوده. فالحقيقه احنا دي يعني ذكرناها في اكثر من مجال وفي اكثر من اجتماع، وبنحاول بقدر الامكان احنا كهيئه كدورنا واحساسنا بهذا الامر كقيمه اقتصاديه تضيف للاقتصاد المصري، الحقيقه بنحاول قدر المستطاع ان احنا نسير في هذا الاتجاه. وخليني اقول لحضرتك احنا يمكن من ضمن الانشطه برضو اللي بتعملها الهيئه ان في مؤتمر مزمع عقده في شهر 10 ان شاء الله. احد محاور هذا المؤتمر ما نتحدث عنه الان فيما يتعلق بقيمه الثروه العقاريه. بالتوفيق دايما ان شاء الله. الله يخليك. طب لو اتكلمنا عن العوائق اللي بتقابل حضرتك في هذا القطاع المهم، ازاي بيتم التغلب عليها؟ الحقيقه حضرتك احنا بنعتمد على امرين اساسيين. بنعتمد على الموارد البشريه، لان الحقيقه برضه خليني اذكر لحضرتك كلمه ان هيئه المساحه على الرغم ان هي هيئه اقتصاديه وهيئه حكوميه وليها تاريخها يتعدى 100 سنه، الا ان ما زال او بتتميز ان دايما فيها كفاءات متابعه اول باول كل التطورات التكنولوجيه من خلال بقى الدورات والدراسات والى اخره. الحقيقه احنا بنعتمد اساسا على الاستاف الموجود في الهيئه، دي نمره واحد. النقطه الاخرى ان احنا بنعتمد على شركات القطاع الخاص خاصه في البعد التكنولوجي فيما يتعلق بالاجهزه والبرامج والشبكات والى اخره. اسلوب التغلب الحقيقه يعني انا شايف ان الموضوع محتاج انه يكون يدار بشكل يتوافق مع متطلبات المجتمع. انا ما اقدرش انا يعني في التعبير كده سامحني ان انا اقول ما اقدرش اقف في مكتبي احط مخطط انا بقول عايز اعمل تسجيل عقاري كل مدن الجمهوريه بدون انا ما اعرف تفاصيل مدن الجمهوريه بتقول ايه. المواطن في حياته اليوميه بيتعامل مع العقار ازاي؟ بيبيع وبيشتري باي شكل؟ انا لازم افهم ده، افهم المجتمع ثم اعيد التشكيل القانوني مره اخرى للتعامل مع هذه الاوضاع. الحقيقه لو احنا نجحنا كدوله في وضع استراتيجيه تتناول هذا البعد اللي هو بعد المجتمعي، هنجح بشكل كبير جدا في ان انا اجتذب كل الثروه العقاريه بقيمتها داخل الاقتصاد المصري. كلمه يوجهها الدكتور علاء صالح الى المهندس مدحت كمال رئيس الهيئه المصريه للعمل المساحي. الحقيقه احنا نوجه له كلمه بنقول له ان بنحاول مع الجاهدين ان احنا نضع الهيئه في المكانه اللي هي طريق مثل ما راينا بقى في الدول الاوروبيه كلها ان هيئات المساحه بتعتبر من الدعامات الاساسيه في اي دوله بما تمتلكه من بيانات وخلافه الحقيقه. وهو يمكن المهندس مدحت حاسس قد ايه احنا برضو يعني متطلعين ان احنا نوقف الهيئه على رجليها ونخليها في المصاف الهيئات المظبوطه ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. طب لو اتكلمنا عن طموحات واحلام الدكتور علاء في هذا القطاع المهم. خليني اقول لحضرتك انا طموحاتي الحقيقه لان انا من ساعه ما قريت كتاب هرناندو دي سوتو وانا هذه القضيه تشغلني تماما، واتمنى من الله تعالى ان اقدر اجيب او احقق نص ال 248 مليار. يعني انا ما بتكلمش في قضيه تخص هيئه المساحه، انا بتكلم في قضيه تهم الاقتصاد المصري، ودي يمكن احد النقاط اللي لابد ان الدوله يكون لها سياسه الحقيقه في هذا الاتجاه، وتضغط بشده ان هو كل عقارات مصر تكون لدى الدوله في جعبه انظمه المعلومات بتاعتها. بالتوفيق دايما ان شاء الله. دكتور علاء صالح رئيس الاداره المركزيه للسجل العيني بالهيئه المصريه، انا بشكر حضرتك على شكرا جزيلا. شكرا شكرا. وفي نهايه حديثنا بنشكر ضيفنا وضيفكم الذي امتعنا بحديثه الشيق، واستكمالا لما بدأناه من وزاره الري انتظرونا في الحلقه القادمه. شكرا لكم والى اللقاء.